ارتكب كل الذنوب والكبائر ومن الفوق يكفر بالله عز وجل. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفره فلما كفر قال أنا بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. نزلت هذه الآية رجل عابد من عباد بنو إسرائيل سميتو برصيس، واليوم غادي نسمعوا قصة برصيس بالدارجة المغربية. بداية القصة: كان في بنو إسرائيل شخص عابد وزاهد من كل شهوات الحياة، سواء كان المال أو نساء أو أي شهوة أخرى في الحياة. سميتو برصيس، كان كيعبد الله سبحانه وتعالى أشد العبادة، وصلت به درجة العبادة حتى بنى له صومعة خاصة وفضل يعبد فيها الله سبحانه وتعالى لمدة 70 سنة. في هاد 70 سنة عمرو عصى فيها الله سبحانه وتعالى، حتى أن إبليس عيا ويأس منه. ولكن لما